السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اريش. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيكه مالحه سهله واقتصاديه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 2 فلفلات متوسطين مشحرين في شويه ديال زيت الزيتون والبزار والملحه، واحد البصله متوسطه مشحره حتى هي في شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال البزار والملحه، واحد العلبه ديال الطون، واحد الكاس ديال الزيتون مقطع، واحد علبه ديال اليوغور طبيعي، عندي هنا نص كاس ديال زيت الزيتون العبار بكاس ديال العنبه، عندي الدقيق على حسب الخليط وجوج خمارات. ندوزو نخلطو المقادير. اول حاجه غادي نبداو 4 ديال البيضات، نضربهم شويه. انا ما غاديش ندير هنا الملحه حيتاش عندي البصله والفلفله مشحرين ديجا في الملحه، وعندي الطون والزيتون مالحين يعني ما كاينلاش. نزيد داك نص كاس ديال الزيت، نزيد اليوغورت، زيد ديك البصله والفلفله، دابا نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه. بسم الله. الدقيق ديجا مغربل، ديال الخمارات، نخلطوهم. وإلا خصنا الدقيق نزيدو لحقاش كل دقيق وكيفاش داير. كاين دقيق اللي كيشرب، كاين دقيق اللي ما كيشربش، وعلى حسب حتى الحجم ديال البيض. داكشي علاش على حسب الدقيق على حسب الخليط.
من بعد ما قديتو في المول ديالي، دابا غادي نخشي في الفران ديجا شعلت عليه، يعني راه دابا سخون. غادي نديرو من التحت، نشعل عليه غير من التحت حتى نحس به صافي قرب يطيب، وعاود نشعل عليه من الفوق باش يتحمر لنا شويه صافي، ونطفي عليه ديك الساعه ونشوفوا الكيكه غادي يجي. هاي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت كما قلت لكم خدات معايا 20 دقيقه في الطياب. خليتها حتى طابت من التحت وشعلت عليها من الفوق حتى تحمرات. زينتها هنا بشويه ديال المورتاديلا. الزين كيبقى اختياري، كل واحد يزين كيف ما بغى. يمكن لكم تخليوه حتى تقرب الطيب وديروا عليها شويه ديال الفرماج حمر وتخشيوها في الفران حتى يذوب، كتجي حتى هي زوينه. المهم هذه هي الكيكه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.